دلوقتي انا هوزع اسماء الدول بالانجليزي. يلا كله انتبه. ايطاليا، اسمك بالانجليزي ايطاليا. البرازيل، اسمك بالانجليزي برازيل. موريتانيا، اسمك بالانجليزي موريتانيا. استراليا، اسمك بالانجليزي استراليا. مصر، ايوه انا اهو، اسمك بالانجليزي ايجيبت. ايجيبت؟ ايه ايجيبت دي؟ ليه ما يبقاش اسم مصر بالانجليزي زي باقي الدول؟ ده حقي. حق مين يا دولة عالم تالت؟ انتوا مالكوش حق في العالم ده. دولة عالم تالت؟ انا يتقال لي كده؟ انا اللي في يوم من الايام كنت بحكم العالم كله. انا مهد الحضارات، انا التاريخ، انا 7000 سنة حضارة. نسيتوا نفسكوا ولا ايه؟ صحيح انا دلوقتي بمر بظروف صعبة، لكن في يوم من الايام هرجع تاني واقوى من الاول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في برنامج منظور آخر. السودان بالعربي اسمها السودان بالإنجليزي، ليبيا بالعربي اسمها ليبيا بالإنجليزي، موريتانيا بالعربي اسمها موريتانيا بالإنجليزي، وفي آسيا العراق بالعربي هي إيراق بالإنجليزي، وسوريا بالعربي هي سوريا بالإنجليزي، وفلسطين بالعربي هي ده اسمها بالإنجليزي فلسطين. بس برضو مش تغيير كبير يعني. إنما مصر بقى اسمها بالإنجليزية ايجيبت. طبعا دي حاجة تثير الفضول جدا. ايه السر في التسمية دي بقى؟ بص يا سيدي، من اسباب ازدهار البشرية هي الحضارات العظيمة اللي قامت من آلاف السنين. حضارات زي الحضارة اليونانية في أوروبا، وحضارة ما بين النهرين في العراق، وحضارة السند في آسيا، والحضارة المصرية القديمة اللي تخطت 7000 سنة. الناس زمان كانوا بيطلقوا الأسماء على الأماكن من اللي بيشوفوه فيها، وعشان كده مصر اتعرفت على مر العصور بأسماء كتير، ومعظمها كان بيعبر عن طبيعة الأرض وموقعها الجغرافي. يعني الناس اللي كانت ساكنة أرض مصر زمان ما كانش فيه قدامهم أكتر من الأراضي الزراعية المنتشرة حوالين نهر النيل، واللي تربتها بتتميز باللون الأسود، فقرروا يطلقوا عليها اسم الأرض السوداء أو الأرض الخصبة، واللي معناها باللغة القديمة كيمت. ودي أول تسمية ظهرت لمصر على الإطلاق. نفس الكلام برضو بسبب وجود مساحة كبيرة من الصحراء في مصر أطلقوا عليها اسم ديشرت، واللي معناها الصحراء الحمراء أو الأرض الصحراوية. وبعد كده ظهر اسم تاوي، واللي معناه الأرضين، لأن مصر زمان كانت متقسمة لإقليمين، مصر العليا ومصر السفلى، اللي هم دلوقتي الدلتا والصعيد. وفي بقى اسماء تانية زي ميلان بوديس، وده اسم اطلقوا اليونان على مصر عشان ارضها الخصبة، وبنكين اللي معناها ضفتي نهر النيل، لان المصري القديم كان بيعتبر الضفة الغربية لنهر النيل هي ارض الموتى، عشان كده كانوا بيعملوا مقابرهم هناك. اما بقى الضفة الشرقية فدي للتعمير والحياة، فبنوا فيها البيوت. واسم هدية النيل اللي اطلقوا المؤرخ اليوناني هيرودوت عن مصر، بس الاسم اللي كان منتشر اكتر وكان احب للمصريين القدماء هو كيمت، واستمر لعصور طويلة. وبعد كده ظهر لمصر اسماء تانية مبنية على اساس الطقوس والشعائر الدينية، زي اسم حوت كبتح او حات كبتاح، بس الاسم الاول هو الاصح يعني. المهم الاسم ده بقى كان بيطلق على أشهر معابد الإله بتاح في مدينة منف المصرية، وده أحد الآلهة في معتقدات المصريين القدماء. وحوت كبتاح يعني مقر الإله بتاح. وبسبب شهرة المعابد الكبيرة وبسبب كونه في العاصمة، قرر المصريين إنهم يطلقوا الاسم ده على مصر بالكامل، وبقت مصر اسمها حوت كبتح. في 3 روايات بقى بتفسر سبب تحول الاسم ده للاسم اللي احنا عليه دلوقتي اللي هو ايجيبت. الرواية الاولى بتقول ان الاغريق لما كانوا بيجوا مصر للتجارة او تبادل الثقافات او حتى الزيارة ما كانوش بيعرفوا ينطقوا اسم حوت كبتح، وعشان كده استبدلوا حرف الكاف بحرف الجيم وبقوا ينطقوها ايجوبت، وبعد كده اضافوا لها حرف الاس وبقت ايجوبتس. والكلمة دي فضل يتم اشتقاقها في اللغات الأوروبية الحديثة لحد ما وصلنا لكلمة ايجيبت في اللغة الإنجليزية، وإيجيبتن في الألمانية، وإيجيبتو في الإيطالية. والرواية التانية بتقول إن الكاتب اليوناني هوميروس أطلق على مصر اسم إيجيبتوس في كتاباته، وده اسم من وحي خياله. والكلام ده كان بين عامين 1200 و 1600 قبل الميلاد. وبعد كده البطالمة والرومان خدوا الاسم وأطلقوه على مصر. والرواية الثالثة بقى بتقول إن البطالمة لما دخلوا مصر
لقوا ان التسمية دي هيروغليفية، وكعادة الشعب المحتل حولوا الكلمة لكلمة قريبة من لغتهم، وحوت كابتح بقت إقبتح، وبعد كده بقت إيجيبتوس في اليونانية واللاتينية، وهكذا لحد ما بقت في اللغة الإنجليزية إيجيبت. طب احنا كده عرفنا إيجيبت جت منين، إنما كلمة مصر بقى جت منين ومعناها ايه؟ هقول لك يا اسطى والله اديني فرصة بس. في آراء كتير في أصل كلمة مصر. يعني مثلا الأديب عباس محمود العقاد قال إن كلمة مصر جت من كلمة مصر اللي هو شهر الفيضان عند المصريين القدماء، وفي القرن ال14 قبل الميلاد وردت في اللغات البابلية والآشورية والفينيقية والعربية والعبرية أسماء لمصر زي مصر ومصر 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 ومصرايم اللي هو أحد أبناء حام بن نوح عليه السلام. وكلمة مصر هي تطور لكل الألفاظ دي. اختلاف الاسم في اللغات ده موجود في دول كتير في العالم مش في مصر بس. يعني مثلا بلد زي هولندا أهل البلد بيطلقوا عليها اسم نذرلاندز، واللي معناه الأرض المنخفضة، لأن الأرض اللي عايشين عليها منخفضة عن سطح البحر. لكن جوه نذرلاندز في مقاطعتين اسمهم زويد هولاند ونورد هولاند، والمقاطعتين دول كانوا مشهورين جدا في التجارة، وعشان كده الناس اللي كانت بتروح نذرلاندز أطلقوا عليها اسم هولاند. ودي ملهاش علاقة بهولاند، التاني ده نرويجي، مش عايزين لخبطة. بالمناسبة هسيب لك حلقة هالاند، خش شوفها يلا. أنا خلصت خلاص. استنى قبل ما تمشي، اعمل لايك وشير واشترك في القناة لو كنت على اليوتيوب، ولايك وشير وفولو لو كنت على الفيسبوك. وما تنساش تتابعني على حساباتي الشخصية، هتلاقيها في الوصف. وسلام.